يسعد أوقاتكم. وصفتنا لليوم هي الكيك الإسفنجي، كتير سهلة وكتير بسيطة ومضمونة أكيد، ورح يطلع أطيب من الجاهز. وجربوا إن شاء الله ما رح تندموا. ورح نبلش أول شي بعمل صوص الفراولة بأسهل طريقة. رح نحط كل المقادير على النار وخليها لتغلي، بعدين أخليه يبرد على جنب أو بالبراد ليشتد شوي معنا. رح نبلش بالمقادير الجافة ورح ندخل المقادير مع بعض بالمنخلة الناعمة، رح يساعدها على دخول الهواء للمواد الجافة. رح نحتاج لها 6 حبات بيض. رح نفصل الصفار عن البياض ورح نبلش بخفق الصفار. رح نبلش خفق الصفار على أعلى درجة بالخفاء مع معلقة صغيرة من الخل، أي نوع خل. الخل رح يقضي على طعمة أو زنخة البيض الزهرة. رح نبلش نضيف كوب سكر تدريجيا مع استمرار الخفق على أعلى درجة. اتأكدوا صبايا إنه الخل تماما رح يقضي على ريحة البيض. رح تستغنوا عن الفانيلا، ولا تخافوا صبايا ما رح يغير لون الكيك أو طعم الكيك، هي مجرد معلقة صغيرة مع الصفار ومعلقة صغيرة مع البياض. رح نتم نخفق الصفار مع السكر لحتى يصير لونه أبيض مايل للبياض أكتر. بعدين رح نضيف المواد السائلة. الكيك الأسفنجي هو من الكيكات الحساسة كتير، لكن هاي الطريقة إن شاء الله رح تعجبكم وكتير بسيطة وما رح تلبككم. الكيك الأسفنجي لازم تكون حتى أي نوع كيك لازم تكون كل مكونات الكيك بحرارة الغرفة، إن كان حليب أو حبات البيض لازم كمان تكون بحرارة الغرفة، ما رح نطلع من البراد ونشتغل فيها فورا. مثل ما شايفين كمان رح نبلش نضيف كوب حليب فوق المقادير اللي سبق وخفقناها، كمان مع استمرار الخفق لحتى نخلص كمية الحليب. كمان من أهم أسباب نجاح الكيك الإسفنجي هي حرارة الفرن. حرارة الفرن لازم تكون محمين الفرن قبل ب10 دقايق على الأقل على درجة 180 درجة أو 170 درجة. على الرف الوسط رح نحط الكيك. رح نبلش نضيف نصف كوب زيت على شكل خيط فوق المكونات مع استمرار الخفق. في كتير وصفات للكيك الإسفنجي كمان أنا جربتها، كمان هي كتير ممتازة، لكن ممكن بدها حرفية أكتر. هي بتعتمد على خف صفار البيض وبياض البيض، ما بتعتمد على أي مكونات تساعد على ارتفاع الكيك. يعني ما رح نحط لها أبدا بيكنج باودر أو محسن كيك أو أي نوع يساعد على ارتفاع الكيك، بس تعتمد على خفق بياض البيض وصفار البيض. بهالمرحلة رح نبلش نضيف المكونات السائلة فوق المكونات الجافة اللي سبق ونخلناها. مثل ما قلت لكم نخل الطحين كتير مهم مع المواد الجافة، أولا يساعدنا على عدم تكتل الطحين أو المواد الجافة، وبعدين ليساعدنا على دخول أو اكتساب أكبر كمية هواء بتساعد على ارتفاع الكيك مع نخل المكونات الجافة. التقليب بهالمرحلة كتير مهم صبايا، انتبهوا تقلبوا بطريقة انه تخلينا نخسر الهواء اللي كسبناه من خفق الصفار مع المكونات البقية. رح نقلب من فوق لتحت بشكل دائري، ما رح نخلط مثل كأنه عم نخلط نحنا كوب عصير أو إنه نخلط بشكل كتير سريع أو هيك، لا لازم نكون من فوق لتحت لحتى نتجنب خسارة الهواء. رح نبلش بخفق بياض البيض على أعلى درجة مع معلقة صغيرة خل لحتى تتكون معنا رغوة كثيفة، رغوة بيضة. بعدين رح نبلش بإضافة كوب سكر بودرة معلقة ورا معلقة مع استمرار الخفق على أعلى درجة. طبعا صبايا سكر البودرة هالمرة حطيناه سكر بودرة لأنه بياض البيض كتير حساس. سكر البودرة رح يدوب بسرعة
مع بياض البيض ما رح يؤدي لهبوط الخليط، بالعكس رح يخليه يتكاثف. وبما انه الجو الحرارة مرتفعة ممكن يهبط معنا بياض البيض ويؤدي الى فشل مكونات الكيك، وما رح ينجح معنا الكيك، تأكدوا، لانه خفق بياض البيض هي اهم مرحلة مثل ما قلت لكم اللي رح تساعد على نفخ الكيك. مثل ما شايفين بلشنا نضيف سكر البودرة معلقة معلقة، وراح نستمر بالخفق كمان على أعلى درجة حتى الحصول على خليط تماما كريمة تماما، أو بما يسمى المارينج، معروف بخليط المارينج. يعني راح تحصلوا على كريمة طبعا نفس القوام نفس اللون، هيك بنكون حصلنا على النتيجة المطلوبة. صبايا الكوب اللي استعملته هون الكوب المعياري، الكوب المرقم، الكوب يعادل 250 ملي. أنا استخدمته في قياس كل المكونات. من أهم نقاط نجاح خفق بياض البيض معنا هو إنه نكون فاصلين الصفار عن البياض تماما، ما يكون ولا درة صفار مع البياض، لأنه هالشي رح يفشل خفق البياض. تاني شي لازم تكون الجاط أو الوعاء اللي رح نحط فيه بياض البيض ناشف تماما، وكمان الوسك تبعات الخفاق كمان لازم يكونوا ناشفين تماما. بهالمرحلة صبايا مثل ما شايفين وصلنا للنتيجة المرجوة، هيك لازم يكون الخليط معلق بالوسك، هيك بنكون وصلنا للنتيجة المرجوة. شوي شوي راح على طرف الصحن مثل ما شايفين دقيت الويسك مشان ينزل خليط البياض اللي عليهم. مثل ما شايفين تمام التمام، يعني هي النتيجة المضمونة او اللي لازم تكون معنا. هون راح نبلش نضيف بياض البيض فوق خليط صفار البيض، وراح نقلب طبعا من فوق لتحت وتدريجيا بشكل دائري. أهم خطوة لازم نخلط بشكل دائري. خليط بياض البيض كتير حساس، لازم نعرف نتعامل مع الخلط، ونبلش من خلط من فوق لتحت بشكل دائري، وما نطول بالخلط لأنه ممكن يهبط ونخسر كل الهواء اللي حصلنا عليه من الخفق. ورح نضيفه طبعا مثل ما قلت لكم تدريجيا. بعد ما نخلط الخليطين سوا رح نحصل على خليط كيك متجانس لونه أبيض، تحسوه كتير هيك خفيف. بعد ما ننتهي من تحضير الخليط رح نتأكد انه الخليط ناجح تماما بخطوة بسيطة. رح تتأكدوا تماما انه الوصفة بإذن الله رح تنجح معكم 100%. مثل ما شايفين حصلنا على خليط كيك كتير ممتاز، المكونات كلها دايبة ما في تكتلات، الخليط ناعم. وهي الطريقة راح فرجيكم هلأ. شايفين صبايا راح نرسم شكل 8، إذا ما فورا نزل لتحت بكون ناجح تماما. راح نصب الخليط بقالبين دهنينهم زيت ومغلفين بورق الزبدة. ممكن تستخدموا أي قالب انتو حابين يكون أكبر أو حرفه أعلى. رح نمرر الريسيكي لنتخلص من الفقاعات الكبيرة، ورح ندخلهم على الفرن مثل ما قلت لكم 180 أو 170. بعد نضوج الكيك رح نختبره بطرف السكين. بعد ما نطلع رح نتركه يرتاح شوي 5 دقايق بس، بعدين نقلبه على شبك الفرن. أنا هي المتوفر عندي قلبتهم على شبك الفرن، هن وسخنين رح نبلش نشيل ورق الزبدة عنهم. حصلنا على كيك كتير ممتاز
كتير طيب. أنا طلع معي القلبين. الفرن عندي توزيع الحرارة شوي مو ظابطة، طلع لون طبقة يعني أحلى من اللون التاني، بس المهم الكيك مستوي وكتير ممتاز وخفيف قد ما بتتصوروا. نصيحة تجربوا وإن شاء الله رح يعجبكم. شوي شوي رح نشيل ورق الزبدة. مثل ما شايفين صبايا طلع معنا خليط بجنن، كيك رائع. رح نتركه يبرد على مهل، ممكن نغلفه ونحطه بالبراد لتاني يوم بعدين نشتغل فيه. مثل ما شايفين هاي الطبقة اللي شوي ما أخدت لون معي، بس مع عليه رح بلش اقسمها بالنص بواسطة خيط. هي أسهل طريقة لتقسموا الكيك، كتير مضمونة وكتير سهلة وما بتلبك، حتى يطلع يعني الطبقة اللي انتوا رح تقسموها تطلع مستوية وما فيها انه شيء اعلى من شيء هيك. لا كتير هي الطريقة سهلة، جربوها ان شاء الله رح تعجبكم. انا صبايا ما ريحت الكيك لتاني يوم لانه كتير كنت مستعجلة، لهيك اشتغلت فيه في نفس اليوم. رح نبلش نسقي الكيك بحليب او مربى انتو دوبتوه بمي، سبقوا دوبتوه بمي شوي، او عصير اناناس او اي نوع عصير انتو بتحبوه. رح نسقيه كتير منيح لحتى ما يطلع معنا ناشف. وبعدين رح نبلش بتزيينه بالكريمة، ونحط طبقات كريمة وكيك على كيفكن. الكريمة طبعا حشوة الكريمة انتو بتتحكموا فيها شو بتحبوا تضيفوا لها. انا بحب اعملها مثل خليط تشيز كيك. الكريمة كتير صبايا بيسألوني انه يا الله الكريمة ما عم تزبط معنا او انه بتهبط معنا وما رح تكون هيك جامدة. الكريمة صبايا كمان لازم تخفقوها على اعلى درجة ومع مي او حليب بارد كتير، وما رح نحط كمية السوائل المطلوبة على الظرف الكريمة. انا بحط لكل ظرف كريمة مثلا هو مطلوب كاستين، لا بحط كوب واحد بس مو اكتر يعني، او حتى اقل. المهم انا وعم اخفق رح اضيف السوائل تدريجيا كمان، ما رح ضيفهم دفعة واحدة، لا رح ضيفهم تدريجيا واستمر في الخفق لأحلى درجة ممكنة. هيك رح نحصل على كثافة كريمة تقيلة ما تكون خفيفة. وإذا حبيتوا تضيفوا معلقتين حليب بودرة أو سكر بودرة كمان رح يساعد على إنه الكريمة تكون كثيفة وطعمتها على أطيب كمان. الحشوة ممكن تتفننوا فيها بأي طعمة وأي حشوة ممكن انتوا تحبوها، مثل الفواكه أو المكسرات، أو ممكن تضيفوا للكريمة شوكولا أو كاكاو لحتى يعطي طعمة الشوكولا. الكريمة مثل ما شايفين رح نحطها على مرحلتين. أول مرحلة رح نغطي الكيك كله، بعدين نوزع الكريمة كتير منيح. رح نبرد الكيك ونرجع نطلعه ونرجع نحط طبقة تانية من الكريمة حتى يغطيه تماما وما يلبكنا نحن وعم نمد الكريمة، لأنه الجو حار وممكن تدوب الكريمة وتلبكنا. حطيت الكيك فوق صينية بعد ما قلبتها وحطيتها على قاعدة، بعدين خليته يدور معي هيك أسهل، بسهل الشغل بالكيك وتزيينه. بطرف سكين رح نبلش نوزع الكريمة بشكل متساوي ونتخلص من الكمية الزائدة، لنرجع نحطه بالبراد ليبرد، ونرجع نحط طبقة تانية مثل ما قلت لكم من الكريمة. ممكن تستغنوا عن هالخطوة إذا بتحبوه شوي خفيف ما يكون دسم. في خطوة كتير حلوة صبايا ممكن تساعدكم هيك في مد الكريمة. ممكن تبلوا السكين بمي سخنة وتنشفوها
وتمدوا الكريمة. هيك راح تحصلوا على سطح مستوي تماما. أنا هي الخطوة نسيتها بس هلأ اتذكرتها، ممكن تستفيدوا منها. قلبت السكين على تاني طرف، مثل ما شايفين على الطرف المتعرج، راح يعطي هيك شكل ظريف لسطح الكيك. هون بس فرجيتكم هاي الخطوة مشان تاخدوا فكرة. بس أنا رجعت مديتها مرة تانية، ورجعت حطيت طبقة تانية مثل ما قلت لكم للكريمة بعد ما برد معنا الكيك. مثل ما شايفين ارجع اتأكد انه كل الاطراف متساوية كمان بطرف السكين. تأكد من مد الكريمة كتير بشكل هيك متساوي وحلو، حتى يكون معنا الكيك متناسق وبنفس الوقت أنيق وحلو. راح نبلش نستخدم شوكة مثل ما شايفين بهالطريقة بشكل أفقي وعمودي، راح يعطينا شكل على الداير هيك يكون كتير حلو. يعني راح تستغنوا عن انه تستخدموا كيس الكريمة اذا مو موجود. كمان على سطح الكيك ممكن تعملوا نفس الخطوة. ممكن تستخدموا كيس تفريز تحطوا الكريمة فيه وتقصوا طرفه وتتفننوا انتو بتزيين الكيك من فوق. انا طبعا هون مثل ما اول الفيديو مثل ما شفتوا صبايا عملنا صوص الفراولة وراح نزين الكيك فيه. معلومة صبايا، صوص الفراولة لازم يكون تقيل انتوا وقت اللي بتعملوه. يعني المقادير تكون مثل مزبوطة مثل ما عملتها أنا. تخلوه يتقل شوي. رح تضيفوا صوص الفراولة على مراحل، يعني ما رح تحطوا صوص الفراولة فورا كله فوق الكيك، لا خليه أول طبقة لحتى لوحده ينزل هيك على الأطراف، بعدين يجمد، بعدين تحطوا طبقة تانية إذا بتحبوا، أو ممكن تضيفوا بس طبقة واحدة إذا بتحبوه خفيف. هي صوص الفراولة بعد ما برد معنا رح نصبه فوق، خليه فوق الكيك. نحاول نميل الكيك هيك على جميع الاتجاهات ليتوزع بشكل متساوي. وبعدين تزينوه على كيفكم. وإن شاء الله صحتين وهنا. مثل ما شايفين قلب الكيك كتير بشهي، كتير خفيف. وأنا هون عندي طبعا عملت قالبين. إن شاء الله يعجبكم. ولا تنسوا الاشتراك في صفحتي ملح وسكر مع لينا، وصفحتي على الانستغرام